السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل متابعينا على القناة، أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد وحصري على القناة المفضلة لديكم. فضلا وليس أمر اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصل لكم كل جديد. الأهلي اللي رافع راسنا، الله يا أهلي يا عالمي يا مونديال. الأهلي يكتسح أوكلاند سيتي ب3 أهداف مع الرأفة. قد إيه يا أهلي أبدعت، قد ايه يا اهلي كنت رائع في لقاء الافتتاحيه في المغرب ب3 اهداف امام اوكلاند سيتي. دايما الاهلي مصدر للسعاده، الاهلي دايما مصدر للسعاده للقاره السمراء باكملها. الاهلي ما بيلعبش لكيانه، الاهلي بيلعب للكره المصريه. زي ما قلنا لحضراتكم ان نادي الاهلي مصدر للسعاده لكل الكره والانديه المصريه. قد ايه يا اهلي انت كنت عظيم، قد ايه انت كنت مبدع، قد ايه شفنا اهداف. حسين الشحات، ايه يا ابني ده، ايه يا ابني ده، انت ما بتفوقش غير في كاس العالم للانديه. ومع العين في النادي اللي كنت بتلعب فيه قبل كده برضه بتحقق الميداليه الفضيه، ومع الاهلي بتحقق البرونزيه، وان شاء الله في المونديال بتاع السنه دي هتحقق الذهبيه. قد ايه شفنا محمد شريف، الشريف المخيف. ايه يا محمد يا شريف، انت فقت بعد ماتش الزمالك ولا ايه؟ اداء اكتر من رائع. الاهلي دايما في كل مباراته بيقول لنا ان احنا الفرقه الاكبر في القاره الافريقيه. قد ايه انت كبير يا اهلي، قد ايه انت عظيم. المدير الفني النادي الاهلي كولر، قد ايه انت مدرب مش عادي، انت استثنائي يا ابني، انت مدرب ما شفناش زيك. قد ايه اثبتت لكل الانديه اللي حوالينا ان انت فعلا تستحق ان انت تكون بتدرب في نادي الاهلي. نادي الاهلي يكتسح اوكلاند سيتي ب3 اهداف مع الرأفة. لما نقول ان النادي الاهلي كيان كبير، كيان عظيم، احنا ما بنتكلمش من فراغ. انت النهارده النادي الاهلي في النسخه 8 من اصل 17 نسخه. انت النهارده النادي الاهلي بيشارك في نص بطولات كاس العالم للانديه. لما نقول ان النادي الاهلي كيان كبير، احنا بنتكلم من ثقه. احنا في ظهرك يا نادي الاهلي. ان شاء الله الماتش اللي جاي مع بطل امريكا هتكسبه، وهنلاعب ريال مدريد، وان شاء الله هنكون في النهائي. ان شاء الله هنكون في النهائي وهنكسب كاس العالم للانديه. خليك انت مشغول مع ابراهيم فايق، خليك مشغول مع السحر والشعوذه، خليك مشغول مع حازم امام واتحاد الكوره، وتعالى اتفرج على الكوره العالميه، اتفرج على الاهلي المونديالي بيقدم قد ايه يا جماعه. كوره ولا اعظم ولا احسن ولا احسن من كده. ان شاء الله النادي الاهلي في الماتش اللي جاي هنشوف اداء رائع. النهارده المعلق خرج عن صمته، قال له يا اهلي انت بتقدم ولا اروع ولا احسن، ولا شفناش اجمل من كده كوره. النهارده محمد مجدي قفشه هو بينزل، والتعليق الجميل من معلق المباراه وبيقول له اكيد كل الزملكاويه عارفينك. طبعا احنا عارفين هو قصده ايه، قصده يفكر جماهير الزملكاويه بالقضيه ممكن، وفاكرينها وهنفتكرها كمان في الايام اللي جايه. النادي الاهلي كل مره بيثبت لنا ان التيشيرت ده مش اي حد بيلبسه، التيشيرت ده للرجاله بس. شفنا قد ايه اللعيبه كانت مقاتله في الملعب، كل كره ميتين عليها ازاي. شفنا اوكلاند سيتي بعد ما فتحت خطوطها ما بتساويش حاجه. النادي الاهلي ده يا جماعه فرقه كبيره، فرقه عظيمه. النهارده فريق الاهلي متعنا، متع كل مصر، متع كل الانديه العربيه. احنا بنشوف فريق ولا اروع ولا احسن من كده. ان شاء الله المطوشه اللي جايه هيبقى فيه اداء افضل من كده. بطلب كل السند من كل الجماهير لمساندة النادي الأهلي في ملحمة كروية احنا شفناها النهاردة في المغرب. النادي الأهلي يرفع رأس العرب في المغرب. إن شاء الله كل التوفيق للهلال والوداد، وإن شاء الله يكون كاس العالم عربي يا جماعة. نتمنى أن كاس العالم للأندية يكون نسخة عربية إن شاء الله. الوداد، الأهلي، الهلال السعودي، إن شاء الله الأهلي المصري يتوج ببطل كأس العالم للأندية بإذن الله يا جماعة. قد ايه يا جماعة أنا مبسوط، أنا بجد فرحان. أنا مش عارف أقول إيه في الفيديو ده. أنا كل اللي أنا عايز أوصله لكم الفرحة اللي أنا موجود فيها دلوقتي، الفرحة اللي أنا موجود فيها، اللي أنا دايما بقول أنا بنتمي لكيان اسمه نادي الأهلي، بقول أنا بنتمي لكيان اسمه النادي الأهلي. الفيديو ده أنا بنقل الفرحة بتاعتي وبنقل فرحة كل الجماهير الأهلاوية بالفوز من فريق عظيم، فريق محترم، فريق هو شايف هو عايز ايه وباصص لقدام، ما بيبصش لوراه، ما بيضيعش وقته مع فريق منافس. مش هنعمل زي الفريق التاني اللي عمال يبص ويعلق كل اخطائه على شماعات اللي حواليه. لكن انا النهارده بقول انا بنقل فرحتي وفرحه كل الجماهير الاهلاويه وكل الجماهير المصريه اللي كانت النهارده سند للنادي الاهلي في الفوز العظيم اللي بيأديه النهارده في المغرب قدام اوكلاند سيتي. قد ايه لما بتتفرج على ماتش الاهلي بتتفرج على كره عالميه. النهارده الاهلي ولا اروع ولا اجمل ولا احسن من كره شفناها، كره عالميه. النهارده حسين الشحات عالمي، طاهر محمد طاهر عالمي، ديانج عالمي، محمد هاني. ايه الرجوله دي يا محمد هاني؟ انت كل مره في كل نسخه من كاس العالم للانديه انت بتثبت لنا ان انت راجل. فرقه كبيره جدا. احنا النهارده ما شفناش محمد الشناوي يا جماعه، محمد الشناوي ما شفناهوش.
احنا ما شفناهوش. احنا كنا بنلعب ال 90 دقيقه في عند اوكلاند سيتي يا جماعه. ايه يا كولر ده؟ دماغك دي فيها ايه؟ انت استثناء يا ابني بجد. احنا ما شفناش ولا هنشوف مدرب زيك. احنا لسه، انا اقول لك انا مستني بفارغ الصبر الماتش اللي جاي. عايز اشوف التكتيك، عايز اشوف الاداء العالمي، عايز اشوف الاداء اللي دايما انا بقول ان الاداء ده ما بيطلعش غير من النادي الاهلي يا جماعه. نادي الاهلي فريق كبير وفريق عظيم، ودايما احنا فخورين ان احنا بننتمي للكيان الكبير اللي اسمه نادي الاهلي. خليك زي ما قلت لك، خليك مركز في كل تضييع الوقت اللي انت عمال تبثه من على قناتك، وعمال تضيع وقتك وضيعت الفريق وقضيت على كل طموح الجماهير البيضاء من كل الدوشه اللي انت بتعملها، وعمال تغيب في جماهيرك. يا راجل النهارده لما جماهير الاهلي تشوفها بالفرحه اللي هي فيها ديت تحزن على جماهير الزمالك، تحزن على جماهير الزمالك من رئيس ما عندوش ادنى مسؤوليه ولا مقدر المسؤوليه اللي هو محطوط فيها. انت مزعل جماهيرك، انت دمرت فرقتك، انت وصلت بيهم لنفق مقفول. ان شاء الله كل الامنيات للفريق نادي الاهلي في الماتش الجاي، كل السند والدعم ليك يا كيان. احنا شعبك، احنا شعب النادي الاهلي الكبير العظيم بطل القاره السمراء. احنا معاك وفي ظهرك لحد ان شاء الله ما تتوج بكاس العالم للانديه. كل الاخوه الموجودين على القناه يا ريت نعمل لايك، يا ريت نعمل اشتراك في القناه. عايزين الفيديو ده يا جماعه يوصل لكل الجماهير، عايزين نوصل فرحتنا لكل الجماهير المصريه والعربيه، ونقول ان النادي الاهلي النهارده اكتسح البطل اوكلاند سيتي على ملعب المغرب ب3 اهداف نظيفه مع الرأفه يا جماعه. النهارده الاهلي لو كان ليه حظ اكتر من كده كان انهى الماتش 6 أو 7. النهارده الاهلي بيلقن اوكلاند سيتي ماتش 3 اهداف مع الرأفه. كل الامنيات لفريق النادي الاهلي في المباراه القادمه في اداء رائع زي ما عودنا، في اداء ما احسن من كده ما شفناش، في اداء ولا اجمل من كده ما شفناش. هنشوف في المباراه القادمه النادي الاهلي في ثوبه الجديد في اداء اروع واجمل واحسن. كل الامنيات لنادي الاهلي بالفوز في المباراه القادمه، فضلا وليس امرا لكل محبينا على القناه. اشتراك في هذا الفيديو وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.